إذاعة زمان. انت عارفة يا اختي فنجان الشيخة تفيدة ما ينزلش الارض ابدا. تقوليش يا اختي بتقرا في كتاب مفتوح؟ عشان كده احب دايما اروح عندها اشرب فنجان القهوة واقلب الفنجان على طول واحط فوقيه النص جنيه واقعد بقى استمع لها كده واستنخ وهي بتقول. تقوليش بسمع طقطوقة للمرحومة ام كلثوم. لكن يا اختي الراجل ابو سيد مانيش عارفة ارش ملحتها ليه. يكونش يا اختي عشان بتكشف ستره، بتعرف خطويه. اهو عندك من مدة كده ابو سيد جه وقال لي ايه رأيك يا بمبا؟ في ايه يا ابو سيد؟ بنتنا جاي لها عريس لقطة. ايه مال وسألت عنه لقيته من عيلة طيبة وبيشتغل في وظيفة كويسة، ما هي تفتح بيته ومستقبله قدامه مفتوح ان شاء الله. ان شاء الله. لكن انا بقول برضو واجب نسأل عليه يا ابو سيد. ما انا سألت. ما هو انت تسأل من ناحية وانا اسأل من ناحية. امال ايه، هي مش بنتي زي ما هي بنتك ولازم ادور على مصلحتها. واجب برضو يا بمبا، واجب، وهو زيادة تأكيد، وان شاء الله تطمنيني زي ما انا طمنتك. ورحت يا اخت اسال الشيخه تفيده وحياتك يا حبيبتي الفنجان كشف ستره، طلع عريس ارداحي خالي شغل ومتجوز 2 وعنها وحياتك حلفت 1000 يمين على يمين ان البت ما هي متجوزه الراجل ده ابدا. هو انا يا اختي مستغنيه عن بنتي ولا يعني مستغنيه عن بنتي؟ وحياتك وراح اتقدم للبت بنت الست عنايات، قال ايه وقبله واتجوزها. وظهر ان كلام ابو سيد مظبوط وكلام الست تفيدة طلع تخريف. واروح اعاتب الشيخة تفيدة تقوم تقول لي اصل البن كان مغشوش. الله يجازيهم البياعين الغشاشين اللي ضيعوا العريس إذاعة على زمان. بنت. يعني ست تفيدة مالها الذنب. عشان كده اما جه ابو سيد وقال لي اسمعي يا بمبا، خير خير يا ابو سيد. ايه رأيك لو نوفر لنا كل شهر من ما هي قد 2-3 جنيه وحاجة نلاقيها وقت عوزة؟ قلت له سيبني افكر بقى يا ابو سيد. وخدت بعضي وجري على الشيخة تفيدة عدل. وانا يا اختي يا دوبك شربت الفنجان وست دفيده بصت فيه وراحت شاقه. اتبي يا اختي الراجل ناوي يتجوز عليا وبيحوش المهر ويقول لي بيدبر. وحياتك قعدت بعزق لما الدين بقى راكبنا ومبقناش عارفين نسدد ايه ولا ايه ولا ايه. وبالشكل ده طبعا ضمنت ان الراجل ابو عين زي غدا مش هيقدر يتجوز عليا. بس يا اختي اللي استغربت له اني بعدها خدت دور عيا كده بعيد عنك وما بقتش لاقي حق الروشتة والراجل يقول لي بقى يا بمبا لو كنا حوشنا مش كنا لقينا فلوس تحت ايدينا في الظرف ده؟ وحياتك ما عرفت ارد على الراجل. اصل بيني وبينك بقى الشيخة تفيدة ما شافتش دور العيا ده في الفنجان، مع ان مفيش حاجة تخفى عليها ابدا. لكن تقولي ايه بقى في العيادة؟ كان مستخبي فين؟ كان مستخبي يا اختي تحت سكة السفر. اسمتي واخر صبري. وحياتك واخر مرة يا اختي رحت اخد رأيها ادخل سيد ابن كلية الحقوق ولا البوليس، لقيتها يا اختي مش موجودة وشقتها مسمكرة. اتبي يا اختي واحد جه يشوف الفنجان وقعدت تشوف له الحاضر والمستقبل ولا شافتش انه مخبر وكان جاي علشان يقبض عليها. ومن يومها وحياتك احوالي ارتبكت، مش لاقي حد استشيره ويكون مضمون زي الشيخة تفيدة. الهي وانت جاي فك سجرها عن قريب يا رب. بقول ايه يا اختي، تعرفيش يا حبيبتي واحدة تشوف الفنجان ولا تضرب الوادع ولا تفتح الكوتشينة بس تكون مضمونة زي الشيخة تفيدة؟ بتقولي ايه يا اختي؟ رزق الهبل على المجانين. الله يسامحك، يعني انا مجنونة؟ طب قولوا لي بقى هلاقيها منكم ولا من ابو سيد؟ يا عيني عليا. إذاعة زمان. إذاعة زمان. امبارح يا اختي كنت بزور ست عنايات، لقيت عندها شنطة عجبتني قوي. حقيقي باين عليها رخيصة شوية، لكن بيني وبينكم ذوقها حلوة قوي.
الله، اما جميله جمال الشنطه دي يا استي عنايات، اشتريتيها منين؟ الحقيقة أنا ما اشتريتهاش يا خالتي بامبا. يا اختي اسم الله عليكي، ما اشتريتيهاش؟ لا يا خالتي بامبا. تبقي لقيتيها بقى في السكه. ولا كمان لقيتهاش يا خالتي بامبا. فالزوره دي بقى ولا ايه يا استي عنايات؟ يا خالتي بامبا لا هي فزورة ولا حاجة، ده محمود جوزي